قولي لي بقى يعني، كملي كلامك وقولي لي ايه هو بقى العلاج النفسي بالفن. هو حاجة مكملة زي ما انتي قلتي. آه، ازاي وايه انواعه، او ايه الطريقة بتاعته؟ تمام. طيب ازاي ده؟ آه، آم، له طريقتين. مبدئيا خليني اقول انه العلاج بالفن ممكن يتعمل بادوات كتيره، ادوات كتيره، بمعنى انه عندي العلاج الفن المرئي، فاللي هو الرسم والبينتينج والجزء ده. عندي النحت، عندي الحركه، عندي الكتابه، عندي يعني هو له ادوات كتيره جدا. وكل حاجة فيهم ليها استخدام، لكن هو مجال واسع، أدواته كتير. آم، في حاجة مهمة قوي برضو، حاسة إنه هي حاجة ممكن تفيد، عشان ده برضو ممكن حد ما يعرفش إيه الفرق بينهم. عندنا حاجة اسمها علاج بالفن وعلاج باستخدام الفن. هقول مم. الترم بالانجليزي لان هي ممكن تكون اوضح بالانجليزي. في حاجه اسمها art as therapy و art in therapy. اه لا، دي آه، جديدة، دي ما. هما مدرستين مختلفتين تماما. لكن طبعا بما اننا بنستخدم الفن في كل الحالات، في طبعا يعني حاجات بتبقى داخله في بعض شويه. لكن مم. يعني مش عايزه برضو ادخلك وادخل المشاهدين في والمستمعين في حاجات تاريخيه كبيره قوي عن العلاج بالفن. بس هم كانهم خطين، في اتنين، حتى هم كانوا اتنين سيدات. واحده فيهم اتجهت للعلاج بالفن في ارت ان ثيرابي، وهي اخذت اساس كده كل الابحاث، مش الابحاث، مش عايزه اقول الابحاث، عايزه اقول الثيوريز اللي هي الثيوريز اللي هي ايه بالعربي؟ نظريات. النظريات. شكرا. النظريات القديمه، المعترف بها، المعروفه جدا في العلاج بالفن، وكانها اشتغلت جنبها بالفن. اسفه، هي النظريات اللي هي في العلاج العادي، في العلاج اللي هو بيسموه العلاج العلاج بتاع فرويد، والعلاج اللي هو الاساس خالص بتاع العلاج النفسي، اساس العلاج النفسي، مم. وبنت عليه مدرستها. فالمدرسه دي مم. فيها نوع من انواع التحليل، فيها حاجات كتيره جدا من العلاج الكلاسيكي جدا للعلاج النفسي. اه واسمه يعني كمان كأنه في تحليل للشخصية، تحليل للنفسية. كأنه في تحليل للشخصية، في سايكو دايناميك، في رسم وتحليل له، وحاجات كبيرة جدا امم. بكل مستويات العلاج النفسي اللي هو الأساسي. امم. تقريبا في نفس الوقت الزمني في شخصية هو ده أخرى. اللي معروف. مش يعني يعني هو هي ده اللي معروف اكتر، يعني هو ده اللي كومن اكتر، اللي هو انا ارسم رسمة وحد يحلل لي نفسيتي فيها ايه من الرسمة اللي رسمتها دي مثلا، او كده مع يعني رسمت شجرة يبقى انا مقبلة على الحياة، رسمت بيت يبقى حاجات كده، وتفاصيل بقى الرسمة وكده. ده اللي احنا كنا نعرفه عن الارت ثيرابي، مش الارت ثيرابي، اللي هو التحليل النفسي، التحليل النفسي. لكن انتي واضح ان انتي واخده مدرسة تانية خالص، فاشرحي لنا بقى المدرسة التانية غالبا يعني. انا بعتقد ان دي مدرسة تانية، اه فكملي بقى اشرحي لنا. اه. خليني اقول لك، مش يعني خليني اقول هو ده المتعارف، او الاسرع للذهن.
لانه حتى المدرسه التحليليه مش كل الناس بتستخدمها. يعني المدرسه التحليليه النفسيه الاساسيه هي مدرسه اساسيه طبعا ليها كل الاحترام، بس ما هياش يعني ما بتاخدش يعني ليها ناس بتستخدمها لكن مش كل الناس بتستخدمها. فهي مدارس عموما لو بنتكلم على العلاج النفسي، او في مدارس كتيره جدا جدا للعلاج النفسي. لو بنتكلم على العلاج بالفن برضو في مدارس للعلاج بالفن. آم، مم. فيمكن هو ده فهمنا دي، وده موجود طبعا وله اه، كل الكاربر اللي في هي في حته، اتفضلي. معلش، في حته تانية. ناس ساعات برضو كتير بتخلط بين التحليل النفسي وتحليل الشخصيه. فدي حتى في الحته المدرسه التحليليه دي فيها خلط، فيها يعني الناس بتبقى confused بين ان حد مثلا هرسم او هتكلم معاه فهيحلل نفسيتي، او هيعرف انا بعاني من ايه مثلا نفسيا، وحد تاني بيحلل شخصيتي. فايه الفرق؟ برضو الحته دي تريكي قوي. فايه الفرق بين يعني الشخصيه والنفسيه؟ يعني هل نفسيتي هي اللي بتطبع شخصيتي، ولا شخصيتي هي اللي بتطبع نفسيتي؟ يعني الحته دي شويه بتلخبطنا. ده سؤال واسع قوي. طيب خليني الاول قبل ما نتوه من المدرستين، خليني الاول اقول لك المدرسه الثانيه وبعدين ارجع للسؤال ده. طيب. فالمدرسه هي معالجه بالفن اسمها كارمر. وهي ورت قد ايه الفن في حد ذاته، استخدام الفن في حد ذاته هو في جزء فيه شافي. فالحته دي اللي هي art as therapy. امم. وطبعا بفكر معين وبحاجات معينه بتتحط وكده، لكن استخدام الفن في حد ذاته او ممارسه الفنون في حد ذاتها هي فيها خاصيه شافيه، او بتساعد الانسان على تخطي بعض الاشياء. كمان لما بيكون في اللينس او العدسه بتاعه العدسه بتاعه الصحه النفسيه على ده، فده بيعمل يعني عايزه اقول ميكس عظيم جدا من وجهه نظري. اه. اه.